صباح الخير او مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ربنا يعود علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، ويحفظ بلادنا وشعوبنا والامه الاسلاميه اجمعين يا رب العالمين. بمناسبة رمضان حبيت أكلم معاكم أو أنقل لكم صورة عن المساجد في أمريكا الجنوبية والبرازيل. وأول فيديو هنعمله عن أول مسجد في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية كلها، وهو مسكيتا برازيل أو مسجد البرازيل، اللي بدأت فكرته سنة 1929 مع إنشاء الجمعية الخيرية الفلسطينية، اللي بعد كده اتغير اسمها للجمعية الخيرية الإسلامية. وبدأت حملة التبرعات وشراء الأرض للمسجد، وحصل تطورات كتير على مدار التاريخ في المسجد لحد ما بقى تحفة معمارية زي ما هتشوفوا في الفيديو اللي هنعمله دلوقتي. تعالوا نشوفه مع بعض. ده الجامع الكبير بمدينة ساو باولو. المحراب ده إهداء من الرئيس جمال عبد الناصر. مكان الوضوء في الجامع الكبير بمدينة ساو باولو. كراسي دي عشان الناس تتوضأ عليها. ده مكان لاجتماع الناس في صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة في العيد. والباب الجميل ده الباب بتاع مكان الوضوء. زي ما شفتوا كده المسجد في منتهى الجمال والروعة، وتم تطويره آخر تطوير بمبلغ هائل في حدود 50 مليون ريال برازيلي من خلال الجمعية المشرفة عليه. ولكن بداياته كانت بمجموعة من التبرعات من الأمراء، ومن ضمنهم الملك فاروق والأمير محمد علي. وكمان في عهد الرئيس عبد الناصر ارسل اول مبعوث للبرازيل اللي هو الدكتور عبد الله عبد الشكور، اللي اشرف على بناء الجامع بالكامل. وتم اهداء المنبر زي ما اتفرجتوا على المنبر كده، وكمان النجف من جمهوريه مصر العربيه. وتم ارسال مبعوث او فنان يعني لرسم الزخارف والنقوش اللي موجوده في المسجد، وبقى هو التحفه المعماريه الجميله اللي انتم شفتوها في فيديو صغير. وان شاء الله نعمل فيديوهات تانية من جواه ومن خارجه ونحضر شويه حاجات فيه باذن الله. كمان في المسجد والجمعيه القائمه عليه انشات مشروع مهم جدا لكل اولاد العرب، وبيستفيد منه اولاد العرب في البرازيل من 60 سنه. المدرسه الاسلاميه البرازيلية، اسكولا اسلاميكا برازيلية، احد المدارس المهمة الاسلامية في البرازيل. وده شكلها من بره. زي ما شفتوا كده شكل المدرسة الإسلامية. ويمكن في مرات جاية هنعمل بقى فيديو عن التعليم في البرازيل، ونصور المدرسة بشكل أحسن، ونكون يعني قايلين للإدارة إننا هنصور، فيبقى في استعدادات أكتر للموضوع ده. المدرسة الإسلامية بقى لها 60 سنة وأكتر، بتخرج طلبة ودكاترة وناس مرموقين جدا من المسلمين عموما، من العرب وغير العرب المسلمين في البرازيل. مستواها عالي جدا. طبعا الشهادة معترف بها في البرازيل، بجانب انها بتتعلم احكام التجويد والقرآن واللغة العربية. فحاجة يعني بصراحة جميلة جدا. في فيديو تاني هنبقى نعمل، بس ان شاء الله بعد رمضان بقى، نتكلم عن التعليم في البرازيل، ونجيب المدارس الإسلامية وغير الإسلامية التعليم بوجه عام في البرازيل. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وربنا يعود علينا الأيام بخير ويحمينا ويكفينا شر الغلاء يا رب، اللهم آمين. رمضان كريم.